اكتر شخص بيكره نجاحك بيكون اكتر شخص عرف ضعفك. طبعا انت مش فاهم اي حاجة. لا ما شاء الله. القصة دي اتحكت على لسان شاب عربي على الانترنت، واتنقلت من كذا مكان بصيغ مختلفة، لكن الاحداث الاساسية حقيقية. لذلك بدأ قصته بسؤال ليك انت. بيقول لك: عمرك شفت صاحبك بيتغير اول لما حياتك تبدأ تتحسن؟ مش بيتغير بالمعنى انه يبعد، لا، بيتغير بمعنى انه يتضايق من فرحك، يضحك في وشك لكن قلبه نفسه يشوفك تقع. القصة دي حصلت فعلا لشاب مصري، والصدمة إن الشخص اللي حاول يدمره كان أقرب حد ليه. أهلا بيكم في دهاليز جديد. لكن قبل ما نبدأ في الفيديو ونخش في كامل التفاصيل، يا ريت كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس، وندعي لإخواتنا المستضعفين في كل مكان بالفرج القريب إن شاء الله. وما طولش عليكم ونخش في الفيديو على طول. في منطقة شعبية هادية كان في شابين صحاب من هم أطفال، محمود وكريم. الاتنين كانوا شبه بعض بطريقة غريبة، نفس المدرسة ونفس الشارع ونفس الظروف. حتى الناس كانت دايما تقول دول أكتر اتنين عمرهم ما هيتفرقوا. محمود كان هادي وطموح من هو صغير، وهو عنده خوف واحد بس، وهو إن أنا أفضل طول عمري مكاني. يعني كان عاوز يطور من حياته من وهو صغير. أما كريم فكان مختلف، كان خفيف واجتماعي وبيعرف يضحك أي حد، لكن عمره ما كان بياخد حاجة بجدية. دخلوا الجامعة، وفي أول سنة محمود بدأ يشتغل جنب الدراسة. أي حاجة تيجي قدامه كان بيشتغلها: كول سنتر، كتابة أبحاث، توصيل طلبات، شغل أونلاين. كان بينام ساعات قليلة جدا. كريم كان دايما يقول له: أنت هتموت نفسك ليه؟ يا عم احنا لسه صغيرين. لكن محمود كان حاسس إن الوقت بيجري. بعد فترة محمود قدر يجيب لابتوب مستعمل بإمكانيات كويسة. بالنسبة لأي حد الموضوع عادي، لكن بالنسبة لمحمود كان إنجاز ضخم. يوم ما جابه نزل يقابل كريم وهو فرحان جدا. كريم بص لللاب وقال له: أيوة يا عم، أنت بقيت من رجال الأعمال بقى ولا إيه؟ قالها وهو بيضحك. محمود ضحك معاه، لكن لأول مرة حس إن الضحكة دي فيها حاجة غريبة. الأيام تعدي ومحمود يبدأ ينجح فعلا في الشغل الأونلاين بتاعه. دخله بقى أحسن شوية، وبدأ يهتم بنفسه، يعني لبسه يتغير، موبايله يتحسن، بقى عنده معارف جديدة. لكن في المقابل كريم بدأ يتغير بالتدريج. أي نجاح يعمله محمود لازم كريم يقلل منه. إزاي؟ يعني يقول له الجمل اللي زي: عادي جدا، يعني أي حد يقدر يعمل كده، ما تنفخش نفسك على الفاضي، وإلخ. لكن في يوم من الأيام كانوا قاعدين وسط شلة صحابهم على القهوة. واحد من الشباب سأل محمود، قال له: انت بتقبض كام من الشغل ده؟ محمود اتكسف يرد، لكن قبل ما يتكلم كريم قال وهو بيضحك: يا عم سيبك منه، اكيد داخل في شغل مشبوه. الكل ضحك، حتى محمود ضحك مجاملة، لكن جواه حس بحاجة أول مرة يحسها من ناحية صاحبه. بعد القعدة دي بأيام محمود بدأ يلاحظ حاجة غريبة: أي حد يقابله في المنطقة يبصله بنفس النظرة، نظرة فيها شك. واحد يسأله: انت شغال ايه بالظبط؟ والتاني يقول: ما شاء الله الفلوس ظهرت بسرعة. وفي الأول كان بيضحك ويعدي الموضوع، لكن الكلام بدأ يزيد بالتدريج، لحد ما في ليلة كان محمود قاعد على سريره ماسك الموبايل بتاعه وبيقلب في الفيسبوك. فجأة شاف بوست على جروب المنطقة. البوست كان مكتوب فيه: بقينا في زمن العيال اللي بتطلع فجأة بعربيات وموبايلات من شغل حرام. الكلام مبهم، لكن أي حد يعرف محمود هيفهم إنه المقصود. قلبه بدأ يدق بسرعة، نزل للتعليقات ولقى حاجة جمدت الدم في جسمه. كريم صاحبه عمل لايك. محمود فضل باصص للشاشة دقيقة كاملة مش مستوعب. قال: يمكن بالغلط، يمكن مش قصده، يمكن أنا مكبر الموضوع. لكن في نفس الليلة واحد صاحبه بعت له رسالة: خلي بالك من اللي حواليك. رد محمود وقال له: ليه؟ لصاحبه كتب، قال له: في كلام بيتقال عليك على القهوة كل يوم. اليوم اللي بعده محمود راح يقابل كريم بشكل طبيعي جدا. كان نفسه يسمع منه أي تفسير. أول لما قعدوا كريم قال له: مالك مكشر ليه؟ محمود فتح الموبايل ووراله البوست بتاع امبارح. كريم بص بسرعة وقال: يعني انت فاكرني اقصدك؟ انت حساس قوي يا عم. وبعدها ضحك وغير الموضوع. لكن محمود لاحظ حاجة مرعبة: كريم ما استغربش اصلا من البوست، كأنه كان عارفه قبل ما ينزل. الايام عدت ومحمود بدأ يخسر شغل. عميل يلغي معاه فجأة، واحد رفض يحول له فلوس، حد نشر عنه كلام انه نصاب. كل حاجة كانت بتحصل بشكل غريب ومتتابع. وفي مرة واحد من معارفه قال له جملة عمره ما انساها: على فكرة الكلام اللي بيتقال عليك بيطلع من أقرب حد ليك. ساعتها محمود حس إن في حاجة سودة بتكبر جواه.
بس لسه ما كانش مستعد يصدق إن صاحبه اللي عاش مع عمره كله ممكن يكون هو السبب. محمود بدأ يراقب بس مراقبة مش مرضية، يعني يفضل مركز في التفاصيل. كل مرة يحكي لكريم عن فرصة شغل جديدة تبوظ بعدها بيومين. كل مرة ينزل صورة أو يشارك خبر حلو يبدأ كلام غريب ينتشر عنه، وفي كل مرة كريم يكون أول واحد يعرف. في يوم محمود جات له فرصة كبيرة جدا، شركة برا مصر عايزة تتعامل معاه بعقد محترم. المبلغ ده كان كفيل يغير حياته بالكامل. المرة دي قرر ما يحكيش لحد، لكن بالغلط هو قاعد مع كريم التليفون بتاعه رد بسرعة وقفل المكالمة. فكريم سأله مين؟ محمود رد عليه بتردد وقال له شغل بس، سيبك يا عم مش مهم. لكن كريم يفضل يزن عليه لحد ما يعرف كل التفاصيل منه. كريم في الآخر ابتسم ابتسامة صغيرة وقال الله ينور يا نجم. بعدها بيومين الشركة بعتت لمحمود رسالة قصيرة بتنص على بعد مراجعة بعض المعلومات لن نستكمل الاتفاق. محمود اتصدم وسألهم فين المشكلة، لكنهم رفضوا يوضحوا. في نفس الليلة واحد صاحبه كلمه وقال له أنا هقول لك حاجة بس ما تقولش إني قلت لك. محمود قلبه وقع في رجله وقال له اتفضل، عشان يقول له كريم بعت لحد من الشركة من أكاونت فيك. محمود حس إحساس غريب. طب ليه بعت لهم الكلام ده؟ ليه يعمل فيا كده؟ بيقول له بعت لهم انك نصاب وانك سرقت شغل قبل كده. في اللحظة دي كل المواقف القديمة رجعت في دماغه مرة واحدة. الضحك والتقليل والشائعات والنظرات، كل الكلام ده فجأة بقى مفهوم. محمود فضل ساكت يومين كاملين، لا بيرد على حد ولا بينزل من البيت. كان حاسس ان الخيانة جاية من مكان عمره ما توقعه، لكن الأسوأ انه لسه ما واجهش كريم ولسه معرفش السبب الحقيقي. ليه صاحبه عمل كل ده؟ ليه شخص عاش معاه عمره كله يوصل للدرجة دي؟ الإجابة جت بعدها بيوم في مواجهة محمود عمره ما انساها. محمود بعت لكريم رسالة قصيرة وقال له تعالى نتقابل. لا شتيمة ولا تهديد ولا عتاب ولا أي حاجة، وده اللي خوف كريم. اتقابلوا بالليل وفي نفس القهوة اللي كانوا بيقعدوا عليها من سنين، لكن المرة دي كان ساكت بشكل غريب. محمود كان باصص قدامه هادي جدا ومفيش اي حاجة. كريم حاول يهزر ويقول له مالك يا عم، شكلك داخل تحقق معايا وكلام من ده. محمود طلع الموبايل بتاعه وفتح الرسائل اللي اتبعتت للشركة وحط التليفون قدامه. الابتسامة اختفت من على وش كريم فجأة. ثواني طويلة عدت ولا واحد فيهم بيتكلم، لحد ما محمود قال بهدوء ليه. بس دي الجملة الوحيدة اللي قالها أو الكلمة الوحيدة اللي قالها، كلمة ليه. كريم حاول يمثل ويقول انت مصدق الكلام ده، لكن محمود يقطعه ويردد السؤال تاني ليه. الصوت المرة دي كان أعلى. الناس على القهوة بدأت تبص عليه. كريم سكت وبعدين قال جملة محمود عمره ما كان يتوقعها، وكريم يقول علشان تعبت من اني دايما اقل منك. محمود فضل باصص له مش مستوعب، عشان كريم يكمل وهو متعصب يقول انت كل حاجة كانت بتمشي معاك، الناس بتحبك، الشغل بيجيلك، اي حاجة تعملها تنجح فيها، وانا اللي كنت دايما معاك من الاول فضلت مكاني. عشان محمود يرد عليه بصدمة ويقول له يعني تدمرني. كريم يرد عليه بسرعة يقول له انا ما كنتش عاوز ادمرك، انا كنت عاوزك تبقى عادي زينا. الجملة دي نزلت على محمود زي ما تقول كرباج على دماغه. تبقى عادي زينا، كأن نجاحه ده كان جريمة بالنسبة لكريم. كريم بعدها حاول يبرر انت اتغيرت عليا وانت مش عارف ايه، لكن محمود ضحك لأول مرة ضحكة كلها وجع وقال لا، انا اللي كنت بكبر وانت اللي ما استحملتش. وساعتها كريم قال اخر جملة قبل ما يمشي، العين ما بتحبش اللي احسن منها يا صاحبي، وسابه ومشى. محمود فضل قاعد لوحده يبص على الكرسي الفاضي اللي قدامه، مش مستوعب ان اكتر شخص كان بيحكي له اسراره هو نفسه الشخص اللي كان بيتمنى سقوطه. عدى تقريبا سنة كاملة ومحمود حياته اتغيرت تماما. بعد ما خسر الشغل الكبير دخل فترة صعبة جدا، بطل ينزل، قطع علاقته بمعظم الناس، حتى ثقته في نفسه بدأت تضعف. كان كل شوية يسأل نفسه ازاي ما خدتش بالي. لكن مع الوقت بدأ يفهم حاجة مهمة، ان بعض الناس اول لما يشوفوك بتطلع لفوق يحسوا انهم هم اللي بينزلوا لتحت. محمود بدأ من الصفر تاني، المرة دي في هدوء، من غير ما يحكي لحد ومن غير ما ينشر نجاحه، من غير اي حاجة، وحتى من غير ما يدخل في حد في تفاصيل حياته. اشتغل اكتر وتعلم اكتر.
بعد شهور قليلة قدر يقف على رجله من جديد، بل أقوى من الأول. وفي يوم كان معدي بالصدفة من قدام نفس القهوة، شاف كريم قاعد لوحده، نفس المكان ونفس الكرسي، لكن شخصيته كانت مكسورة بطريقة واضحة. محمود وقف لحظة يبصله، وكريم لمحه. الاتنين فضلوا باصين لبعض كام ثانية، ولا واحد فيهم اتكلم. لكن محمود لاحظ حاجة لأول مرة، إن كريم ما كانش باين عليه الكره، كان باين عليه الندم. محمود كان يقدر يروح ويشمت فيه، يقدر يحرجه، يقدر يردله اللي عمله، لكن عمل حاجة تانية، بصله بهدوء وهز راسه ومشى. وفي الليلة دي محمود كتب جملة على حسابه الشخصي على الفيسبوك: أخطر عدو في حياتك مش الشخص اللي بيكرهك، أخطر عدو في حياتك هو الشخص اللي بيحبك طول ما أنت أقل منه. الغيرة مش دايما بتبان، ساعات بتيجي في شكل هزار أو تقليل منك أو عدم فرحة بنجاحك أو شخص دايما مستنيك تغلط. وعشان كده مش كل اللي يضحك لك مرتاح لنجاحك، في ناس تحبك فعلا وفي ناس تحب النسخة الضعيفة منك بس. ولهنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.